السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين والمشاهدات الكرام، نتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. نتوما وجميع المسلمين باش ما تمنيتو طول العمر باش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم غادي نحط ان شاء الله ننزل لكم ان شاء الله واحد الفيديو مميز صراحة رائع ديال الكواري ديال الحوت بلا صوص ديال الطوماط. نتمنى من الله يكون من الاعجاب ديالكم، نكونوا خفافين ظريفين على قلوبكم. بسم الله على بركة الله. نبداو الفيديو ديالنا على الصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحبه اجمعين. بسم الله على بركة الله. ندوزو لطريقة التحضير والمقادير وانتم معنا، خليكم معنا متمشيو فين. نتمنى من الله تتابعوا الفيديو حتى الاخر باش ان شاء الله نستافدوا كاملين. علاش لا عفوا كما كتشاهدوا امامكم في الفيديو، شحرت البصله صغيره قطعوها نتوما كما بغيتوا. انا شلطت البصله صغيره وشويه د البزار وشويه الملح والزيت، شحرتها مزيان. من بعد ضفت لاصوص ديال الطوماط والعطريه كما كتشاهدوا، البزار، شكون شبير، الخرقوم عواد، شويه الهريسه، شويه ديال الزعتر. غادي نشحرهم مزيان مع لاصوص ديال الطوماط. من بعد غنضيف البطاطا مقطعه بحال هكا مكعبات على حساب الوليدات. نتوما ضيفوا، ممكن ديروا غير بلاصوص الطوماط، انا درت شويه ديال البطاطا على حساب الدراري كيبغيو البطاطا. نتوما لكم الاختيار. لاصوص ديال الطوماط عفوا كنسلقها نص سلقه، عاد كنطحنها مع شويه ديال التحميره وشويه البزار وشويه الزيت العود. هذا هو لاصوص ديالي كندير به الصراحه البيتزا بحال هكا. جميع الاكلات ديال لاصوص ديال الطوماط كنسلقوا على هذه الطريقه. الا بغيتو نشارك معكم بالطريقه ديالو قولوا لي في التعاليق ديالكم الزوينه بحالكم، ونشاركوا مع المتتبعين ديالي خوتي وخواتاتي، علاش لا، تستاهلوا كل خير. وانتم معنا. بعد ما غسلنا الحوت ديالي بالحامض والخل وشويه الملح، خليته نقيته مزيان وحيدت ليه الجلده. المهم راكم عارفين راه شاركت معكم التنقيه ديال الحوت ديال السرديل. خليته تنشف مزيان بعد ما غسلناه وطحنته في الهاشوار. وغادي نكورو كواري وغادي نستو في الطاجين ديالنا، الطويجين ديالنا ان شاء الله كما كتشاهدوا امامكم في الفيديو. شويه ديال الفلفل الحلوه حمراء وهذاك والخضره والحامض. وانتم معنا. غادي نكملوا الطاجين ديالنا في التحضير وغادي نردو يطيب. وهذه هي الطريقه ديالي شاركتها معكم. تبارك الله ما شاء الله، راه كلشي كيعرف يطيب، كله خير في دارو. هي كنشارك معكم بحال هكا بعض الاكلات ديالنا بسيطين عاديين. الله يجعل ربي يدوم علينا نعمه ويحفظها من الزوال. الحمد لله على كل حال. كاع النعم الله الحمد لله عليهم، على نعم لا تحصى لينا على. شكرا لله سبحانه وتعالى. شكرا لكم انتم على المشاهده، ونتمنى من الله تقولوا لي الطاجين كيف جاكم، ونتمنى من الله تجربوا. الصراحه راه كيستحق منكم التجربه. وما تنساوش الا جربتوه قولوا لي في التعاليق ديالكم الزوينه بحالكم كيف جاكم. صراحه غير صدقوني كيجي رائع. واحد الاكله مميزه صراحه، صحيه اقتصاديه سهله في التحضير. نتمنى من الله تجربوه. وما تنساوش تبارطاجيو لينا الفيديو ديالنا مع احبابكم ما معز عليكم باش نستافدوا كاملين. علاش لا ان شاء الله يا ربي. بارطاجيو الفيديو ديالنا وديروا لينا جيم باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد على قناه فكره الطبخ. تفعلوا الجرس ان شاء الله يا ربي، وتبارطاجيو باش ان شاء الله كما قلت لكم يوصلكم كل جديد. صراحه هذا افضل منكم ليس امرا. وشكرا لكم على المشاهده، وتبارك الله علينا وعليكم صحتكم وراحتكم. الصراحه كيجي يا سلام واحد الطويجين ما شاء الله ما شهيتكمش، حقكم في الجنه. تبارك الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك، اللهم يا ربي دوم علينا نعمه واحفظها من الزوال. والسلام عليكم.